فالاخ بطرمان طلع اتكلم في موضوع ان هو بيقول ان طارق السيد اللي بيشم الدوري ومش اللي بيشم الدوري ومش عارف ايه، وجايب سيرتي وبيتكلم عليها. حبيبي شد الجوانه محمد وادعي لي ربنا ياخدها. الاخبار دي كلها عند مصر كلها، وامام معروف ان هو كان عنده مشكله معاكم. امام ليه ما بيلعبش لحد دلوقتي وانتوا كنتوا عارفين ان هو ما بيلعبش لحد دلوقتي؟ انتوا عارفين ليه؟ طب النقطه الثانيه، هو حضرتك تقدر تكون واضح وصريح، تطلع تقول امام جدد بكام او مدد عقده بكام؟ اتحدى. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال من غير نرفزه وبهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك لما انتوا اصلا متفقين وطلع الاستاذ ايمن الشريعي قدام مصر كلها وقال لك ان انا متفق او النادي الاهلي متفق معايا ان انا ما اعلنش عن قيمه الصفقات اللي بيني وبين النادي الاهلي. مفاجآت مع الاهلي ما بتخلص. امام عاشور اهلاوي ل2030. امام عاشور الاهلي اعلن تجديده قبل ما اي حد يقول ان هو جدد، لان هتفضل خيوط اللعبة كلها في ايد النادي الاهلي. ضاع محتواك يا صابر، ضاعت جروباتك يا صابر، ضاعت سكريبتاتك يا صابر. زائد ان انتوا عملتوا مشكله اصلا ان انتوا اتكلمتوا او اتكلم الكابتن شريف الخشاب اللي هو المدير الرياضي في نادي المحله، لما اتكلم في سعر الصفقه بتاعتكم كنتوا متفقين برضه. هو انتوا بتداروا ارقام الصفقات ليه؟ اسكت بقى! اسكت بقى! تستميلك يا سيدي المعلمين. خايفين من ايه؟ لو انت ماشي صح خايف من ايه؟ انا مش عارف. فاعلن لنا بس، قول لنا حضرتك امام جدد بكام والله وهنضرب لك تعظيم سلام. يبينه اتجنن ولا ايه؟ عارفين ان امام صفقه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي؟ مهم جدا ان امام كان يمدد لكم، ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لكم وبالنسبه للنادي الاهلي، وحاجه كويسه جدا ان انت تعرف تمدد لامام عاشور. بس الجدع يطلع يقول امام مدد عقده بكام؟ لا ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. في الوقت ده انا هضرب لك تعظيم سلام واعتذر لك واقول لك يا عم انت كنت صح. بس تعلن عن الرقم الاساسي والرئيسي اللي انت جددت بيه للعيب. خلي قلبكم حلو كده وطاهر، بطلوا حقد على العالم عشان ربنا يديكم. فاي كلام بيتقال واي حاجه بتتقال، وان انت بتقول ان طارق قال وان فلان قال والكابتن التاريخي قال ومش عارف. يا باشا انت ما وراكش غير ان انت تجيب سيرتنا. انت حته بطرمان قد كده. بالنسبه لنا انت قد كده يا حبيبي، وانا المفروض ما اردش عليك، والله المفروض ما اردش عليك يعني. بس انا بس حبيت اديك مقامك يا بطرمان واعرفك ان انتوا بتعملوا الحاجه اللي مش مظبوطه عشان تطلعوا الناس غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. مفيش أحلى من كده. ده اللي بيحصل ده مفيش زيه، ومش ما حصل يعني، هو مش بيحصل، هو حصل قبل كده وبيحصل وهيحصل. فانت متضايق انه حاجه بتحصل؟ ايه المشكله ان يعني ان اللي بيحصل، ما اللي يحصل. لا يا حبيبي، ده كل الكلام ده كان في عرض في الاتحاد جده وانتوا اللي عارضين اللعيب المفروض، وكان في عرض في كونيا سبور، وكان الراجل واخدكوا رايح جاي اللي اسمه ادم وطني، اللي لما غلبتوا في الموضوع ما لقيتلوش لحل بداتوا تتكلموا مع امام وخليك مش عارف ايه وهنديك اللي انت عايزه. وانا واثق 100% ان امام عاشور خد نفس الرقم بتاع زيزو. ضاعت اخبار كابتن طارق شامم الدوري اللي ما كانش شاغل باله بايقاف قيد ناديه ولا معسكر ناديه ولا لعيبه ناديه فين، بس كان شاغل باله بتجديد امام عاشور. فبنقول لك امام جدد. ضاعت اخبار الكابتن التاريخي اللي طلع قال كابتن بندق اصل النادي الاهلي مفترض يعلن ويعرف الناس مفاوضاته مع امام عاشور. النادي الاهلي اعلن لما جدد لامام عاشور في الوقت اللي النادي الاهلي حبه. مبروك عليك الاهلي يا امام، واللي يقرب لجمهور الاهلي خطوه جمهور الاهلي يقرب له مليون خطوه. ده كلام مخلص نفسه. بطرمان مالكش دعوه بيا انا بطرمان، عشان انا يعني ايه يعني مش هسكت لك.
كسرة قلبي عليك، كنت فاكرك سبع طلعت قطة، لوك 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 وفعل ما فيه. ماشي، دي برضو نقطة عشان برضو الناس تبقى ايه، تبقى عارفة الدنيا رايحة فين وجاية منين في الحتة دي. واتمنى ان انت يا ريت يعني ما تجيبش سيرتي تاني، عشان سيرتي هتتعبك. نيل يا عجل يهبل، هتتعبك نفسيا. انا عارف ان انا تعبك نفسيا، وانا ايوه هي حرب جايب لي واحد من العباسية. هيجدد الا لو اتعاقد مع زيزو الهارب والله هي كده الامر كده فعلا. ما هو برضو اصل احنا يعني معلش مش اجانب، ولا احنا احنا عارفين امام دماغه ايه. يا عم ارحمني. وانا عارف دماغ امام ايه، ومتاكد من دماغكم انتوا شخصيا. يعني انا متاكد من دي، متاكد ان انتوا ما كنتوش. انا كنت بتسلى